الخطوة الأولى ندهن القالب قالب السيليكون بالزيت، زيت النباتي، زيت الطبخ بهذا الشكل، ومن ثم نخلي حبات الشوكولاتة بهذا الشكل. أول خطوة لعمل الكيك أو المعجنات هو تحضير الفرن، يعني لازم يكون الفرن حامي حتى ندخل الكيك أو أي معجنات نعملها. نخفق بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ونضيف رشة ملح، فانيلا ملعقة متوسطة، قهوة سريعة الذوبان نسكافيه ملعقة كبيرة. نخفق المكونات. بعد أن خفقنا المكونات بالخلاط الكهربائي نضيف كوب من السكر، وأيضا نرجع نخفقه إلى أن يصبح كريمي بهذا الشكل كريمي. أخذت وقت تقريبا 7 دقائق. نضيف الزيت نصف كوب، ونضيف الحليب السائل كوب إلا ربع. نرجع نخفق. ننخل المواد الجافة، كوبين من الطحين الأبيض، وهذا عندنا الكوب الثاني. نخلي عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام، ظرف من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من الفانيلا. ننخل المكونات، نضيف ربع كوب تقريبا من الشوكولاتة على المواد الجافة حتى تتكرمل بالطحين وما تنزل بقعر القالب. عندنا هاي المواد السائلة خفقناها والجافة نخلناها، فنخلط المواد السائلة على الجافة. هسه نفرغ المكونات بقوالب الشوي، قوالب الكيك. هسه نحاول نخلي 3/4 بالقالب لأنه راح يتضاعف حجمها بعدين حتى ما تطلع من القالب. طبعا هسه كملت الصب بقوالب السيليكون، بس بقى عندي شوية من الخليط راح أخليه بهذا القالب. أدخل المكونات بالفرن اللي أنا محضرته مسبقا. نفرغها بصحن التقديم، وهاي بعد مرور 45 دقيقة نتأكد من الشواء مالتها بالعود الخشبي يطلع نظيف، وأيضا ما ملتصقة، نطلعها من القالب بسهولة. أضبط كيك وهذا القالب الثاني اللي بقى من عنده أيضا نتأكد من عنده هذا مستوي. نحركها هيك حتى ما تلتصق بالقالب. ننتظرها 5 دقائق وبعدين نقلبها ونقدمها بالصحن التقديم. نزينها بالسكر البودرة.